بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى اقول لكم على احلى مفاجأة. الحمد لله، البطاية دي اول مرة انيمها على بيض. يعني ده الحمل التاني بتاعها. انا مش بنيم البط على اول بيض بتبيضه، اول عنقود تبيضه. انا مش بنيم البط عليه. ليه؟ لان اول عنقود بيكون فيه مشاكل، حجم البط بيكون صغير. نوع البط ده ايه؟ النوع البط ده بط سوداني او بط بلدي. تمام. انا ده بحب اربيه في البيت. ليه؟ لا، هو مش بيشيل اوزان كتيرة، ولكن انا بحب اربيه علشان البط البلدي احسن حاجة تشتغل معاكي حضانة بدل الفجاسة. بدل ما تروحي تعملي فجاسة انتي في البيت او تشتري فجاسة، احلى حاجة البط البلدي. عندك اي نوع بيض الا بيض الوز، اي نوع بيض تقدر تحطيه تحت البط البلدي. هنا بصوا البطة شرسة ازاي. الحمد لله، انا كنت اساسا نسيت ميعاد فجسانها. انا عيانة والولاد عيانين وعندنا امتحانات، فنسيت خالص ميعاد ان هي هتفجس امتى. يعني انا حاسبالها ونسيت التاريخ نهائي، ما جيتوش عندي في الاجندة ونسيتها خالص. بس الحمد لله النهارده طلعت لقيتها فاكسة. هي كان في بيضة عندها تكسر، ان هي شرسة جدا، فكسرت البيض. فجست 4 بس. وعندي بيضتين كانوا مكسورين ورمتهم هي. وبعد كده دي بيضة تاني موجودة في الجدرة برضو، البيضة مصدوعة. يعني الجنين موجود فيها والجنين فيها ميت. تمام. البيضة اتصدعت وهي تحتيها لأن هي شرسة وهي نايمة على البيض. أول مرة تنام على بيض فشرسة جدا. الحمد لله، بارك الله فيما رزق. يعني هما قليلين اهي. شايفين البيضة هتلاقوها من قدام مصدوعة، وبصوا البيضة مزرجة. وتجيلة كابسة. فخلاص كده البيضة دي مش هتطلع. هي طلعت ال4 دول، الجوزين دلوقتي هم اللي طلعوا. بارك الله فيما رزق. الحمد لله على كده. البط البلدي او البط السوداني انا بحب اربيه كفجاسة. يعني بحب اربيه وبحب اخلي البط عندي بيض ويفجس، وبستعمل البط ده كفجاسة. تمام. ليه؟ لان الحالة بتطلع عندك في البيت، عايزة مثلا عندك بيض فراخ عايزة ترجديه، دي أأمن بكتير. هستقبلهم ازاي؟ تستقبليهم يا إما بمية مع شوية عسل أسود، معلقة عسل أسود، أو مية مع محلول جفاف، أو مية مع الدواء اللي أنا بستعمله ده. يعني مثلا أنا ما بستعملش محلول الجفاف، بس بجيب الدواء ده بخليه عندي، بستقبل بيه أي طيور. يعني أي طيور داخلة عندي صغيرة وعندي استقبال بستقبلها بيه. ولعلمك كمان الدواء ده هينفع كمان معاكي للأرانب. تمام. صلوا على النبي كده يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي الصورة بتاعت الدواء، بتجيبيه من اي صيدلية بيطرية. في كالسيوم، في صوديوم، في بوتاسيوم، في مغنيسيوم. تمام. ده بستعمله ايه؟ بستعمله على اللتر المية، بستعمل عليه نص معلقة الشاي. طب انا مش حاطة لتر مية، انا حاطة يعني اقل من فنجان مية. يعني المج بتاع الشاي اقل من مج الشاي. بس فاخد حتة كده يا دوب بايدي واحطها في المية كأني خدت ذرة ملح، واحطها في المية. العلف انا ضرباه في الخلاط، لان العلف اللي انا حطاه لهم ده علف نامي، فحبيته خشنة. ضربته في الكبة لكن برضه حبيته خشنة، فاخدت نقطتين مية بس ولتهولهم بيه. يعني مش خليته هريسة خالص. بحط منجارهم علشان يتعلموا ان هنا المية. هو كان اديلهم 24 ساعة تحت امهم. يعني البتاع ده اللي هو الحبل السري بتاعهم، اللي هو كيس المحة كمان نشف. الحبل السري ده اللي هو كيس المحة نشف وما فيهوش حاجة خالص. وهم شربوا العرق بتاعهم من تحت امهم. فايه، خلاص انا اقدر اخدهم لان المكان فوق مش امان. اما بالنسبة لامهم فانا ريشتها وشلتها من المكان كله وكنسته ونضفته. وهم دول انا خدتهم للاستقبال تحت علشان امهم تحمل تاني على عنقود بيض بسرعة. تمام. وهديها برضو نفس الأدوية، هديها نوع أدوية ليها هي، اللي ينفع للبط الكبير علشان يعوض عندها الفيتامينات عن نقص الفيتامينات اللي جالها في الفترة اللي كانت نايمة فيها على البيض، وعلشان تجدد عنقود البيض بسرعة. البط البلدي أو البط السوداني من أحسن أنواع البط اللي تقدر ترجديها في البيت، بيفجز بسهولة وبتستعمليه كفجاسة. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.